Şuan İsaşi binabe komitan madaka ناوی مدرب محمد علي اندامی کمتا کوچبر سریکانی بشخوا ایران دوهات دارخستن اج خلک سریکانی تواهی هنک میوان جش در وهاتن جباجانی دهاتن اشخوا تبلی وین دوی بونه افن دوا هات شکرن جبو روشا خلک سریکانی ايش وازاري خلكي اشخان درباسي صالح حفتاد بن افشا صالمه الكوشبريه لزحمتي خلق دقدين جيوش هولاكو كانت تتوجه الى الجبال. ليس هناك ما كان اجمل منها، وقد وصفها احد الشعراء في العصر العباسي قال: فديت بنفسي رأس عين ومن فيها وبيض السواقي، يعني بيض الفتيات الحسنوات، حواقيها الجداول. إذا راق منها جواري عيونها، يعني جداول الماء، فأراق دمي عيون جوارها، أراق دمي عيون حسنواتها. هذه اللوحة الفنية الرائعة التي وصفها الشاعر كانت رأس العين على ما هي عليها حتى ثمانينات القرن الماضي. كانت الرائعة أبدعها يد الخالق. سنة 17 تقدمت جيوش الفتح الإسلامي، سقطت رقة آمد أورفا ماردين في عام 17. أما رأس العين فاستعصت لما كانت لها من التحصينات، ويكون هناك ثقافة مطبخ سوريا. نلاحظ يكون هناك أكلة حمص الششانية، حميس العدوانية أو العربية، الرز قرجدة. يعني كسباس جبو ما مستر شو قال بند الميت بيانجي أمي بحثا روشة دندر كامبانا، يعني الوضع في مخيمات ومراكز الديوان منذ تهجير الأهالي السريكانية. طبعا راح يجاوب علينا أستاذ حمد. حابين تسلط الضوء على معاناة المهاجرين في مخيم ومراكز الديوان منذ 6 سنوات منذ بدء العنوان على منطقة السريكانية. السلام عليكم. أولا أنا أقدم التحية الحارة لجميع الحضور والضيوف، وتحية خاصة لأمهات الشهداء التي حضرنا إلى هذه الندوة. نعاهدهن بأن نمشي على خطى بومينات قريب وحمون جيني قد هندري باجار سريكاني بعربي بشيشاني بعرماني بحمو بكاتي وان حميز بك وان بري خسر بك إدي سيستم أويت باجار سريكاني دبي خويا كرن باجار كي برنج جن دال بشاند باجار كي بحمو كوراني ويد بحمو سيستم أويت سیستم آوی سازی ده، سیستم آوی سیاسی ده، سیستم آوی جواکی ده، سیستم آوی آبوری ده، سیستم آوی خاندنی ده، همون رنگی میده جواکی ده جیم بريده بره. او سیستم آگوژین همبری دسته‌داری حکومت آباحث همبری ریشه کل سروی هات کرین چاویشنی باجار خارزگار کر ایدی بو هزک اشتباهی جناره مینا که جنا کل باجار سرکانی برخدانی کر تیبت شریک و پانزریا بردوام کرد 1200 او پانزریا کو چاواجین بو زاروك يخرا مرتالي زنديده جي ورده مع مستر سليمان طويلا برسبكه وكي روجنامه مانك يعني رانهاندن حتى شخص اسيد كانوا بول سر استا هريمي وناف دولتي بكان بايش وازارن خلكي مي كوجبر بالبرسل دستكس بازدكم جبو كوميتا كوجبرين سريكانيه وأنا بعربي بيشتغل جبو ميفاني مجني بوان بعربي بلكي بكرمانجين كانوا بيجين. نرحب فيكم بداية. طبعا دور الإعلام دور كبير بالحروب اللي عم تصير على الساحة، لأنه الإعلام هو ساحة لحالها. لما عم نحكي على أي حدث عم يصير على بالمنطقة أو خارج المنطقة، الإعلام له تأثير كبير لتوجيه الرأي العام كان داخليا أو خارجيا. فمعارك رأس العين سريكانية وحتى هذه اللحظة كان الإعلام له دور كبير. يعني زملائي هون تحدثوا على كثير أحداث صارت معارك رأس العين سريكانية، وكان من خلال المحاضرات اللي كانت عم تعملها أو حتى اللقاءات أو حتى الزيارات اللي كانت تعملها. التغطية كانت لها يعني جيدة نوعا ما، بس لكن ما كانت للمستوى اللي كنا نقدر نوصله
الجهات العالميه، جهات ثانيه يعني كان في منصات اخرى كانت بالوضع الانساني كانت ماشي. اشكرك زميلي سليمان على التوضيح. طبعا زملائي حكوا عن التاريخ، لمحه عن التاريخ السريكاني ولمحه عن المعاناه والتحديات الموجوده في مراكز ومخيمات والمرأة، وبنفس الوقت دور الاعلام لتغطيه المعاناه وايصال صوتهم الى الراي العام. هلا رح نفتح باب النقاش للضيوف المهاجرين الموجودين. طبعا هذا الوقت معنا كثير ضيق، نتمنى من اي رفيق اذا حاول يشارك يكون ضمن هاي الاطار، ضمن اطار الجلسه، يعني يكون مرتبط، اذا كان حدا عنده سؤال او مداخله يكون مرتبط بالجلسه الاولى، لانه في عندنا جلسه ثانيه، او اي شخص كمان حابب يتدخل بالموضوع او يناقش، لكل شخص حق له دقيقتين فقط، لانه عندنا عدد كثير وبظن بعرف في معاناه كثيره انتم حابين تحكوا بهاي الجلسه. فهلا النقاش رح يكون لكم. أنا أول في نقاش بوابة هي بيتكل أول كذا وبخاز النقاش بيجي ضد حيان أمين روجبا دسبيكي ما بحساسية خالن أساس كرين آلي ديلوجي آلي جن وبرسكريكي كوجبرا دبينن آلي راكاندن أجل برسي وجهه من هون كان بكت باشا ما مسدلو بدا ما مساعدلوها. توجه لغزة يوميا بساعات طويلة، شو عم يقدموا لغزة مثلا؟ ونفس الشيء عنا. نحن لازم يكون في إدارة رشيدة، يكون في إدارة مخيم، في اقتصاد مجتمعي نشط داخل المخيمات، وطبعا مش قد ما حاولنا نحسن وضع كانت بدها على سوريا. بس على سوريا كنت ضدك زيدي ضدك أنا بن يعني أستشكي بين بيراوة ضدك أجد بيراوة دقاق استشكي بين بيراوة قال لي خاي سريكاني بس فيك عشر ما شو عم سركت شو بسيارة بيقلي بنا أزيد بيقلي حرب بمرم وأزيد نام آخي دمم وأزيد كونا دمم وحتى أز بمرم سريكاني كيتك بري برابا قرين جي أو زانم بي استيجي احتياجية وقت كي مرحلة كي مرال لحق خوب قاري جبو يجي أجي وكي كاشكي كي خاسر كانيت بينام أسجي وإيشا. إذا ذكرنا أسماء موجودين هون، سريكانية كانت تتميز بنسيج اجتماعي مختلف عن المناطق الكردية الثانية، سواء امتدادا من عفرين لعين ديوان. محوري كمية ديامين هي أجل ليفاني بالبيدا كي فاصل تشكي بيش أولي ما يجلس كده. نبلش بمحور الثاني الجلسة تالي أول بس صوتهم بعد إذنكم. عمالي ضاوية عمال رفاقني ورا بس صوتهم بعد إذنكم. عمال رح نبدأ بجلسة ثانية. الجلسة الثانية من الناحية القانونية أول الحق القانوني في العودة الآمنة والكريمة إلى سريكانية. سنناقش هاي محور مع الأستاذ وقاضي محمود جميل وأستاذ جوان عيسو وكثيرة نعمة الآنسة كثيرة نعمة. برا كلامك. بجالي قانوني بكار مينه جبكو كوجبر بگره. بله. روج باش صباح الخير. سپاسیا پشتاریا ودکن و سپاسیا پشتگیریا وجی دکن جکومیتا کوجبر سرکانیه و ام کار دکن جبو. مساء محمود. طبعا هلا رح نفتح مجال نقاش اذا كان في حدا عنده اي اسئله من اصدقائه والاساتذه، وطبعا للتذكير فقط كمان بعد ما نخلص راح يكون في عنا بيان ختامي، نتمنى من كل الرفاق يشاركوا بهاي البيان الختامي.
كان كمامسة خالد. بتحدث عن المستوى الدولي، هناك عمل كبير يعني يعمل به وبالاخص لجنه سريكانيه عملوا كثيرا، لكن بالاطار الدولي كان في فشل كبير بتحويل هذا المسار الى قضيه دوليه او قضيه عالميه. كنا نخضر الاستفاده من والتحديات امام العوده، اذا كان هذه تحديات معتبرات سياسيه وامنيه، وسياسه التغيير الديموغرافي الذي تحصل الان في مدينه السريكانيه، وما هي مسؤوليه المجتمع الدولي تجاه المهاجرين. روش باش صباح الخير. جو سين مي بيدا حاضر جو ميواني مي بوك بشتري دان شراكيا كوجبر شراكيا كوميتا كوجبر السريكاني نجي بنابي كوميتا كوجبر السريكاني هم قال مي كوجبر بيواني ما قال مي برخدير دري قامفاد ام واصلا سباسك شوى حكم محمد جيبوت از زي على بيجي يعني الدولي محوري اليمين خليك القانوني بالدرجه الاولى. يعني بالنسبه للتحديات سواء كانت التحديات القانونيه او السياسيه او حتى الامنيه، طبعا اكيد في عقبات، في تحديات. كون الازمه السوريه منذ البدايه هي ما هي الاطار القانوني للعوده الامنه والكريمه للمهاجرين السريكانيين الى ديارهم؟ صباح الخير، ارحب بك. صباح الخير، ارحب بجميع الحاضرين. فالمحور الثاني هو الحق القانوني بالعوده الامنه والكريمه، الاطار القانوني لحق العوده. الحق في العوده يعتبر احد الحقوق الاساسيه المرتبطه بالحقوق الانسانيه الاخرى، حق المسكن والملكيه والاسره والهويه، ويتعين على الدول او الجهات الفاعله احترام هذا الحق وتمكينه عمليا في سياق نزاعات واحتلال والنزوح الداخلي، مع ضمان امن للعائدين واصلاح الاضرار والتعويض عن الانتهاكات. الإطار القانوني الدولي الرئيسي، القانون الدولي الإنساني تحظى القوانين متعلقة بالأراضي المحتلة. صراحة تيم الرفاق حكوا عن المعاناة، نتمنى أنه هالسنة تكون سنة نهائية للاحتلال مدينة السريكانية، العودة قريبة إلى ديارنا. هلا في عنا بيان ختامي، نتمنى أن كل الرفاق يكونوا بمكانهم بس يوقفوا هبال على الأطراف. في عنا بيان ختامي، نتمنى من الرفاق الأعلام يجوا لهون قدامنا. الكل من نفس المكان بس يوقفوا هبل جي خبن امن ثاني سكنادي بالهبل امن بينك بين اخوي ختامي هبل ما الكوميتي براوان البر الكوميتي افراق اللجنه يجوا لهم. صادر عن الجلسه الحواريه التي نظمتها لجنه مهجري سريكانيه راس العين رشاينو تحت شعار 6 سنوات من التهجير والعوده الامنه حقنا المشروع، برعايه لجنه مهجري سريكانيه راس العين رشاينو، اختتمت اليوم الاربعاء 8 تشرين الاول 2025. كوجبريه 6 سال كم كوجيره 6 سال ايش وكلوا درنا بنسخر كمي سريكانيه درباس بن ام كرد بن بلا بن دنگ محمد السريكاني خلق مي سريكاني وهذا منتقد ناف دوله داوي دنگ بدا هيفيد كان راسي خلق ما سبركي بدا دم زياده چوني هنيزك برمانه کو ام بگن سريكاني برومت ام جيان بگن هر هيبينا کو ام مسال داوي ايش و ازار ما باوريا ما بيزا ما هي باوريا ما قال ما هي چاوا کو ما هتم سكتو دس خصن ام باور دم بگن هنيزك دجي بگن سريكاني